اما بقى التشكيله الاقرب ان هو يلعب بيها، فعلى حسب طريقه ريفيرو بيحب الحارس اللي بيلعب برجليه ويبني الهجمه من تحت، فممكن ان احنا نشوف مصطفى شوبير اساسي. بس تفتكر ان الشناوي هيقعد دكه؟ ما اعتقدش بصراحه. في الدفاع بقى عايزين قلبين الدفاع برضك بيعرفوا يلعبوا برجلهم كويس، وده للاسف مش موجود غير في واحد بس، وهو احمد رمضان بيكهام اللي بيعرف يعمل الحكايه دي. بس الاقرب اللي هو يلعبه يعني هيلعب بداري وياسر ابراهيم. الباك اليمين بقى اعتقد مفيش غيره هو محمد هاني اللي هيلعب باك يمين. وفي الباك الشمال اللي انا متوقعه يعمل بطوله جامده جدا لو بدا اساسي هو يحيى عطيه الله. اما بقى في نص الملعب اللي فيه خناقه وزحمه مش طبيعيه والله من كترهم انا مش عارف احط مين ولا مين، بس هو احتمال يبدا بمروان عطيه في مركز 6. اما بقى في مركز 8 فهو هيحط حمدي فتحي او بالرمضان، والاقرب حمدي فتحي بسبب خبراته. في مركز 10 طبعا هيلاعب امام عاشور اللي مفيش خلاف عليه، والله احتمال كمان يعمل مفاجاه وينزل لنا قفشه. على كل حال هنشوف. خلصنا من خناقه نص الملعب، نيجي لخناقه اكبر بقى في الجناحات اللي اول مره اشوف فيها جناحات الاهلي بالكواليتي والجمال ده. يا راجل عندك زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وكمان طاهر وحسين، الحقيقه والله كلهم اجمد من بعض ومحتار احط مين، وهيكون في منافسه شرسه جدا على المراكز دي، وده طبعا في مصلحه الفرق. بس انا من وجهه نظري يعني هيلاعب زيزو يمين وتريزيجيه في الشمال، وهيلاعب وسام قدام. التشكيله دي كده تكسب كاس العالم مستريح.